بالتالي ان ده اغرب سبب هتسمعوه عن ليه حد ممكن يتضايق من كتاب. ده بارت 2 من السيريز بتاعت ما بين الماضي والحاضر، والمره دي I reread او قريت مره تانية The White Nights او الليالي البيضاء لداستويفسكي. انا قريت النسخه العربي من الكتاب ده في اواخر سنه 22، بس في تاني مره قريته قررت ان انا هجرب النسخه الانجليش، وحاجه اول مره بتحصل، بس انا عجبتني النسخه الانجليش اكتر. معرفش ليه، بس انا استوعبت مشاعر الابطال فيها اكتر. الحكايه دي بمنتهى البساطه بتكلمك عن ولد وبنت بيتقابلوا في وقت الوايت نايتس، والليالي البيضاء هي 4 ايام الشمس فيها بتغرب متاخر جدا في روسيا. انا ما اقدرش ابدا اقول على الحكايه دي انها قصه حب، لكن انت هتحس فيها بالرومانسيه. انت مش بس هتحس بالرومانسيه، انت كمان هيخبطك قطر الواقع وانت بتقرا الكتاب ده. الرياليتي بتاعت المشاعر والاشخاص اللي فيه كانت رهيبه. في سؤال في الكتاب ده حرفيا عامل خناقه في دماغي، وهو هل ناشتانيكا البطله بتاعت الكتاب ده كانت انانيه ولا لا. عملت حركه في اخر الكتاب حرفيا دي كانت اللاست سترو بالنسبه لي. الكتاب ده زاد من 3 ستارز ل 4 ستارز في القرايه الثانيه. حاجتين مهمين ما اتغيروش من اول لتاني قرايه، ولا مشاعري ناحيه ناشتانكا، وتاني حاجه واللي ممكن تبقى اغرب مشكله تسمعها عن كتاب، وهو ان انا ما عيطتش. رغم ان مشاعره تقيله جدا، بس انا كنت فعلا مستنيه ان انا اعيط. عارفه ان الكلام ده غريب، بس مشاعر الكتاب لا تحتمل ان الواحد ما يعيطش. وبالمناسبه عشان ما احسش بالذنب، ده كان اول كتاب اقراه لدوستويفسكي. في المره اللي اتكلمت فيها عن حلم الرجل المضحك قلت ان ده كان اول كتاب، بس في الحقيقه وايت نايتس هو اللي كان اول كتاب انا اللي ما كنتش فاكراه. الكتاب ده حلو جدا ومشاعره رائعه، بس انا ما اعتقدش ان الكتاب ده يبقى حلو لحد اول مره يقرا، رغم انه صغير جدا تقريبا 111 صفحه. فده كان ريفيو وايت نايتس لدوستويفسكي، وبس كده.